فلذلك الذاكر لله هو أقرب الخلق إلى الله، مجالس لله، مقبول الدعاء، مرفوع الطاعات والعبادة، له محبوبية في خلق الله، له محبوبية في هذا الوجود. كل الوجود يعرف الذاكر لله. أما سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأراضي ليسأل بعضها بعضا تقول لها: يا جارة، هل مر عليك رجل ذكر الله؟ فإن قالت نعم كان لها الفخر عليها إلى يوم القيامة. بتشوف حالها على الأرض اللي قدامها ليوم القيامة إنه هي مر عليها ذاكر لله. والله يا ابني يلي الله بيفتح عليه بالذكر، والله لو طوبوا له الدنيا من شرق لغربها ما بيفرح، لأنه بيشوفها أحقر من حنصة أمام جبل من الجوهر. يلي بيصل له يا ابني حال بالذكر بينسى حياته، لذة الحب لله، لذة الذكر لله. لذلك هي لازم كلكم تشتغلوا يا ابني بالذكر، لا تهمل ولا تضيع، وعليكم بدوام ذكر الله. أكثروا من ذكر الله، ومتى ما الله فتح الله أكبر. الذكر يا ابني مفتاح الغيب، جاذب لكل خير. ما دام أنت مع الله والله ما من ذاكر قسى عليه شيء في الحياة إلا لان كما يلين الحديد في النار. الله بيده ملكوت كل شيء، أنت جليسه، أنت ذاكر لله وتقول الله، والله يقول في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم. أنت بتقول الله يذكرك بالفرج والتيسير وقضاء الحوائج والتكريم والرفعة وتسخير الدنيا. هذا كله لما بتذكر الله. لا يكون هذا طلبك، نحن طلبنا الله وكله بيجي، بس اذكر الله. فالمفروض إذا في كل أخ أن يكون ذكر الله عنده ذكرا كثيرا كما طلب الله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وما من طاعة ولا عبادة ذكرت في القرآن بكثرة إلا الذكر. والإكثار من الذكر هو سر من أسرار الوصول إلى الله، لأن الإكثار من الذكر يدل على أنك تحب الله، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فالذكر إخواني هو الباب الذي يوصلك إلى الله. ومهما صليت من غير ذكر فلا فائدة في صلاتك، حتى مهما صمت أو حجيت من غير ذكر فلا فائدة بحجك ولا صيامك. فالذكر روح العبادات كلها، وكل عبادة لا ذكر فيها لا روح لها، فمعناها أنها ميتة. لذلك روح العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى. فالمفروض إذن أن تكون ذاكرا على كل حال. الذكر في كل يوم، لا يجوز لك أن تترك الذكر في يوم من الأيام. قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. الله عم ينهاك: ولا تكن من الغافلين. وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنت نسيت الله، الله نسيانك، وإذا نسياك يعني أنت صاير هم وغم وكرب وبلاء ومصايب وبلايا وأشكال ألوان، وشو بدك تحمل؟ تركت الله فتركك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك لا تتعلق بمخلوق، علق قلبك بالله الواحد الأحد. فلما تشغل عن الكل به وحده يقول الله تعالى لك: عبدي اعطني كلك أعطيك كل ما عندك. كلك أعطي لله، خذ كل ما عند الله. فإذا كان شعرت بأن الله عز وجل حبب إليك الإيمان وزين الإيمان في قلبك، فاعلم بأنك مأذون أن تكون من أولياء الله. إذا رأيت
أن في قلبك ميل لأحباب الله وميل لذكر الله، تيقن أن الله أذن لك أن تكون ممن ينظر إلى وجه الله يوم القيامة. إذا وجدت في قلبك شوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صرت تشتغل بالصلاة على النبي، اعلم أن الله أذن لك أن تكون جليس رسول الله في الآخرة وأن تكون معه في الجنة. هذا كله هذا من هون، من الدنيا بدكم تزرعوا هالزرعة. إذا هون ما زرعت ما راح تصل لهنيك. هون الحب. والغافل ذكره الله تعالى أنه أحط من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الذي غفل عن الله، فلا تنظر إلى الإنسان بشكله، انظر إلى قلبه. قلبه حاضر مع الله ولا غافل؟ إن كان مع الله فهو خير من ملء الدنيا جوهرا، وإن لم يكن في قلبه الله فلا وزن له في الحياة. والله تعالى ذكر لنا أهل اللب، وبين لنا أن أهل اللب أصحاب القلوب يذكرون الله ويتفكرون. إذا امتلأ قلبك بهيبة الله وجلال الله عند هذه الثلاث، فاعلم أنك بدأت بذكر الله، وبدأ قلبك ينتفع بذكر الله. عند الدنيا أن يكون قلبك مع الله حاضرا، فلا تمل إليها ولا إلى ما فيها ولا طرفة عين. وعند الشهوات والملذات أن لا تطغى الشهوات على لذة الحب، على لذة الذكر، على لذة الأنس بالله. فإن طغت فأنت لست بذاكر. الذاكر ومن تغلب اسم الله في قلبه على كل لذة وشهوة. وكذلك عند الغفلات، هذا الذكر الذي ينفع المريد، لأن المريد مجالس لله، وكفى بذلك شرفا أن تكون جليس الله. يقول الله في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. يكفيك شرفا وعزا وفخرا أنك جليس الله.